عمرك خرجت من العيادة وحسيت إن الدكتور عمل حاجة وما رضيش يفهمك ليه؟ الحقيقة إن في 5 حاجات دكتور الأسنان بيعملها بس عمرك ما هتسمعها منه، وده لأنها مش سر، لكن عشان معظم الناس مش هيفهموها أو هتخضهم. طب تعالى أقول لك عليهم في الفيديو ده. أول حاجة الدكتور بيبص على اللسان واللثة قبل الأسنان. أغلب الناس فاكرة إن الدكتور بيكشف على الأسنان بس، لكن الحقيقة إن أول 10 ثواني بعد ما تفتح بقك كفاية قوي عشان الدكتور يقرأ حالتك من صحة لسانك ولثتك، سواء التهابات، انيميا، فياض او جفاف فم. دي حاجات كتيره جدا الدكتور مش لازم يقولها لك عشان ما يخضكش قبل ما يعمل الفحص. تاني حاجه بيشوف مشاكل اكبر بكتير من اللي انت جيت عشانها. انت داخل مثلا تقول له ان اسناني بتوجعني، لكن هو في اول دقيقه بيشوف كبير، صار لثه، فراغات، مشاكل في العضه او بدايه تسوس. بس مش لازم يقول لك كل حاجه مره واحده عشان ما تتوترش، هيقول لك المهم في وقته وبعد كده هيمشي معاك خطوه بخطوه. تالت حاجه انه اوقات بيتاخر بالكشف عشان يخلي البنج يشتغل بشكل اكبر. في مرضى بيفتكروا ان الدكتور بيتاخر عليهم، لكن في الحقيقه هو بيسيبك كام دقيقه زياده عشان البنج يشتغل بشكل اكبر وما تحسش بألم. فلو دخلت بدري غالبا هيبقى في وجع وهتقول ان الدكتور ده مش كويس. رابع حاجه لو شافك خايف بيهديك من غير ما يقول لك اصلا. الدكتور بيبقى فاهم من اول ثانيه انك متوتر، سواء من طريقه كلامك او نفسك او حركه ايدك. في الوقت ده بيغير طريقته تماما، بيبدا يتكلم بهدوء اكتر ويشرح اكتر ويشتغل بشكل ابطا عشان انت لو ارتحت شغله كمان بيبقى اسهل بكتير. خمسه اوقات بيختار الحل الافضل مش الاسهل. اوقات المريض بيطلب حل معين، سواء انك تحشيل الضرس ده او انك تخلع له ضرس مثلا او تعمل له تنظيف، بس الدكتور بيشوف ان ده غلط على المدى الطويل، فبيعمل اللي بيبقى مفيد مش اللي بيوفر وقت. واهم حاجه انه بيشرح لك بعد ما يخلص مش قبل ما يبدا، وده عشان ما تتلخبطش او تخاف وتتوتر. في النهايه زياره دكتور الاسنان فيها تفاصيل كتير يمكن انت عمرك ما فكرت فيها اصلا. عايزك تقول لي دلوقتي في الكومنتات ايه الحاجه اللي اتفاجئت بيها لما عرفتها. في النهايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب